طيب كالعاده كالعاده اقدر اقول لك انه خلصت الحكايه كالعاده. عم سعيد، لا جديد يذكر ولا قديما يعاد، بقى مكتوب على وشي البؤس، مش مكتوب على وشي الفرح يا عم سعيد. معلش بس دي كبوات بتعدي على ابطال صحيح. يعني انديه. انت عارف ليه عدها لك؟ عشان كلمه ابطال. ما ده حقيقي. الله يكرمك عم سعيد، دبلوماسي برضه انت. دبلوماسي، ده انا مدريدي صحيح، ولكن برشلونه محترم. كبيره جدا. ركز بقى في الرياكشن عشان يجي يقول لك انت مؤخر. ما تناديش عليا. طبعا يعني نبتدي، مش عارف ابتدي منين واروح لفين، ولكن مبروك لجمهور ريال مدريد الفوز بهذا اللقاء المهم في مسيرة الموسم، والذهاب إلى نهائي كأس ملك أسبانيا الكوبا دري. وهارد لك لكل جماهير برشلونة، هارد لك لكل الجماهير اللي كانت حاضرة في الاستاد واللي بتتفرج قدام الشاشات وكل التفاصيل. خسارة مباراة كانت مهمة، وكانت يعني تقدر تقول كده كانت الفوز فيها يوديك لبطولة تخرجك من الموسم ده بثنائية بدل ما تبقى بطولة واحدة. ولكن قدر الله وما شاء فعل، وانتهى اللقاء بالخسارة. واللي يضايقك ان هي خسارة رخمة، وان هي خسارة تقيلة، وان هي خسارة سخيفة. 4-0. دايما كنت انا اللي بتعود ان انا اللي بعمل النتائج دي، اكسب 4، اكسب 5، اكسب 5-1، يعني ايا ما كانت النتائج. ولكن شاءت الاقدار بالعكس، وشاءت الاقدار بالعكس على ملعب الكامب نو. لان انت لما جيت كسبت ماتش الذهاب انت كسبت بنتيجة 1-0، فقلت نوعا ما قشطة، انت كان يكفيك النهاردة الفوز او التعادل علشان توصل لفاينل الكاس. ولكن في الاخر خسرت على ملعبك ووسط جمهورك في حضور ما يقرب من 92 ألف متفرج على ملعب الكامب نو بنتيجة 4-0. ايه اللي حصل من وجهة نظري؟ وايه الاسباب الخسارة؟ ايه سبب المشاكل؟ اسباب الخسارة قطعا على الاطلاق انا عندي غيابات مؤثرة بشكل كبير جدا 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 جدا. غياب كريستنسن على مستوى الدفاع، خاصة فيما يقدمه من مستويات جيدة المباريات اللي فاتت. غياب واحد زي فرانكي دي يونج، غياب عثمان ديمبلي، وغياب بدري. الأيام بتثبت والمباريات بتثبت شيء في غاية الأهمية، إن الأربعة دول من الأعمدة الأساسية والرئيسية بشكل كبير جدا جدا جدا. من الأسباب برضو التانية اللي أنا أشوفها اللي كانت يعني من أسباب الخسارة، إنه الفرقة كلها بدون استثناء النهاردة مش في مستواها. الفرقة كلها بدون استثناء مش في مستواها على الإطلاق، بداية من خط الدفاع لخط النص لخط الهجوم. انت الفرقة ضيعة تماما، بتعمل أخطاء كارثية في الدفاع. النهاردة أراخو مع كوندي في مشاكل كبيرة جدا. كوندي النهاردة داي اوف، مش موجود خالص. عندنا مشاكل على مستوى خط النص، كيسيه النهارده مش في مستواه، سيرجيو بوسكيتس كالعاده مش قادر، سيرجيو روبرتو اصلا مختفي من الملعب كله. في خط الهجوم مش محتاج ان انا اتكلم على روبرت ليفاندوفسكي كالعاده، الغياب المتكرر في المباريات الكبيره والكلام ده كله. الكلام ده خلاص اتحفظ وقلته وعدته 100,000 مره، وعارف ان الكلام ده ممكن ما يعجبش ناس كتير، بس انا يعني هطلب منك حكم عقلك، اتفرج كده وحكم عقلك وشوف الامور ماشيه ازاي. حكم عقلك كده وبص وشوف، هل انت النهارده روبرت ليفاندوفسكي كان موجود في ارض الملعب كراس الحربة اللي انت المفروض يكون موجود في المباراة دي، تعتمد عليها بشكل كبير، يكون مؤثر، يكون مصدر خطورة؟ لا. ولكن روبرت ليفاندوفسكي كان موجود في ماتش إلتشي في الدوري وسجل جولين، وهنا الناس قالت لك اهو المكنه رجعت تشتغل ورجع الدنيا تطلع قماش وراجل سجل جولين، وبالتالي هيبقى في استفاقه قدام ريال مدريد. وكالعاده ليس هناك استفاقه. رافينيا، ويمكن ده كان بالنسبه لي قلت المباراه دي ممكن تبقى بتاعته. ليه؟ لان الناحيه الثانيه عم كارلو انشيلوتي هذا المدرب المحترم لعب بكامافينجا باك ليفت، فقلت بس المفروض ان احنا ناكل على الجبهه دي عيش وحلاوه. ولكن فوجئت انه بعد 10 دقايق بالظبط او تلت ساعه، قلت المفروض ان احنا نلعب على الجبهه دي كويس جدا جدا، وهيبان عندكم في الرياكشن كمان حتى اللي صورناه.
ولكن من بعد ما قلت الجملة دي كامافينجا عمل ماتش تاريخي على الناحية بتاعت رافينيا كل شويه ناخد الكوره، احنا نفس السيمتريه ونفس الطريقه، ناخد الكوره نرفعها لكامافينجا، نرفعها سوري لرافينيا، نروح على كامافينجا نحاول نحنكش حنكشه، نحاول نظبط اللقطه، وكالعاده تتخطف الكوره، نعمل نفس القصه وهي نفس الاخطاء. كيسيه على سبيل المثال النهارده اوت اوف فورم، وده كيسيه اللي انا عارف ان انت هتيجي تقول لي، انا عارف ان انت هتيجي تقول لي هو ده كيسيه اللي انت بتطالب ان هو يلعب اساسي؟ عادي وارد ان اللعيبه كلها تبقى اوف داي، بس في لعيبه انا عارف ان يجي منها كويس زي روبرت ليفاندوفسكي، يقدر يجي منه وانت عارف السي في بتاعه كويس عامل ازاي، بس الغريب انه من الماتشات الكبيره مش موجود. كيسيه انت قدام ماتش ريال مدريد اللي فات اللي كسبت 2-1 في الوقت بدل الضايع، الراجل نزل خلص لك الماتش وكان 100 فل و10. فانت عندك لعيبه وعندك كواليتي. اللي مضايقني انه في بعض الاخطاء ما زالت متكرره. يعني على سبيل المثال انا ابتديت احس انه واحد زي جافي هو الاوردر بيتقال له انت هتنزل تضرب، احنا هننزل نتخانق، تدخلات في قمه الغشوميه، ويلا ننزل نستفز فينيسيوس جونيور ونضرب ونتخانق وانذار ملوش داعي، وهي نفس الاخطاء اللي بتحصل من جافي. هل جافي لعيب مش مقاتل؟ لا طبعا لعيب مقاتل بصوره كبيره جدا ولعيب مهم، بس كفاية نفس الهبل بقى اللي بيحصل. عشان كده اتكلمت في القصة دي وعدتها 100,000 مرة ان يجب ان يكون هناك توقف من استاذ تشافي والادارة الفنية انه يتقلل عم جافي اهدى حبتين، الدنيا ابسط من كده، وان الدنيا اسهل من كده، الدنيا مش كلها عافية وخناق وضرب. لكن انا ما بشوفش تطور في الحتة دي على الاطلاق. هل كان الخسارة متوقعة؟ معظم الناس كانت بتتكلم انه برشلونة عندها غيابات، وبالتالي العجلة او الدفة هتبقى اكبر وهترضخ لريال مدريد. الفرقة جاهزة، الناس موجودة، الدكة عندهم وكذا وكذا وكذا، ولكن برشلونة عندها غيابات. ولكن هرجع تاني لنفس الكلام، تشافي معذور في المباراة دي، معذور نظرا للغيابات، بس مدرب محدود جدا في حلوله. ما تجيش تقول لي اصل هو هيعمل ايه. هرجع تاني واقول لك انا طالما عندي 11 واحد في الملعب وعندي دكة يجب ان انا استفيد منهم. عشان كده كنا دايما بالنادي بايه؟ ان اللعيبة اللي ما بتلعبش تاخد جزء من المباريات وتاخد جزء من الدقايق علشان لما تحتاجها في ماتش تعرف تديك. انا واحد بتفرج على الماتش، عايز حاجة عايز تقولها؟ لا انا حاجه اسالك بس، تقولي انت بتصور الحلقه. يا سيدي اتفضل. انا مبسوط والله بيك. الله يكرمك. والله استنى يعني اتصور يا سيدي. استنى انت اصل انت حاجه جميله. عايز تقول لي انت اتفضل. حاجه جميله. الله يكرمك. انت طبعا اللي انتم مش شايفينه خلف الكواليس استاذ جو صاحب الدم الخفيف الرائع اللي بياخد على وشه في الدوري الانجليزي المركز الثامن ولا التاسع، جاي يلوش عليا بيصورني ستوري، قال يعني كواليس بقى وحاجات حيكي وميكي. أيوة. عايز تقول حاجه تانية للساده المشاهدين؟ خدت الستوري كده خلاص. من الحلقه بقى كمان بقى حته كمان من الحلقه. انت داخل على حته تشافي. الله ده جيب ملعبي. انت داخل على حته تشافي. ملعبي. انا يعني واحد بقول لك انه الراجل معذور في غيابات، ولكن هو ما بيعرفش يجد الحلول اطلاقا في ارض الملعب مع اي حد هو بيلعب بيه. شكرا. عجبتك اللقطه دي؟ اتكل على الله بطلع ورا عشان اتكل على الله بقى عشان الحق اخلص. حاجه بقت غريبه، الواحد ما يعرفش يتكلم براحته، الدنيا بقت فوق دماغك. ولكن رجوعا تاني لحته تشافي، انه انا واحد خسران خلاص. الحلول اللي هتبقى عندك على الدكه زي ما قلت فيران توريس، انسو فاتي، بابلو توري، الولا أليكس جاريدو الشاب ده طبعا. لكن الناس دي مش هتنزل تعمل لك حلول. انا واحد مش مستني حلول من فيران توريس، انا واحد عارف ان مش هيبقى فيه حلول من أنسو فاتي. هي دي المشكلة. والمصيبة الأكبر ان النتيجة وهي 1-0 و2-0 ريال مدريد، انا عارف ان تشافي ما عندوش حلول يعملها. مدرب فقير في ايجاد الحلول وانت خسران. انت لو كسبان وركبت الماتش 100 فل و10. تشافي خلاص لو جاب 2 و3-0 والوضع تمام، خلاص انت هتركب وتدلدل والدنيا هتبقى ماشيه زي الفل. لكن لو خسران انا استحاله ارجع. انا ما برجعش وانا خسران. هي دي المشكله،
ان وانا خسران انا خلاص بقى بحس ان تشافي عقله بيتمسمر، خلاص انا هطلع بقى ماركوس الونسو، هنزل انسو فاتي، هطلع مش عارف مين، هطلع رافينيا ونزل فيران توريس، ومستني ان يحصل حاجه. هتيجي تقول لي طب ما هي دي الاوراق اللي عنده، اقول لك لا، ما الاوراق اللي عنده دي هو لازم يطورها علشان يلاقي منها نتائج، لكن اللعيبه دي ما بتتطورش، اللعيبه دي ما بتتطورش. المدير الفني الشاطر والناجح اللي لما يبقى عنده دكه يبقى عارف ان انا لما هستخدم ورقه رابحه من على الدكه هي هتنزل تعمل فارق. عارف ان ممكن في عوامل تانية ما تخليش ان الفارق ده موجود، زي نتيجة ومباراة انت خسرانها 3-0 ولا 2-0 فما تنتظرش ان يحصل فارق، اوكي عارف، لكن الطبيعي ان في المباريات الكبيرة لو انا متأخر انا ما عنديش حلول، انا ما فيش تطوير بيحصل لواحد زي انسو فاتي، لواحد زي فيران توريس، لواحد زي اسمه ايه بابلو توري موجود على الدكة ما بيلعبش اصلا. ما انا واحد زي بابلو توري ده المفروض ان هو يعتبر بديل لبدري، انت بدري اتصاب ما بتديش اصلا فرصة لبابلو توري ان هو يلعب، فبالتالي لما يجي يلعب في ماتش زي ده انا هلوم اللاعب ان هو ما نزلش قده؟ لا، انا هلوم المدير الفني اللي ما بيطوروش. عشان كده الحتة دي مش موجودة عند تشافي، وبالتالي بيتبان بقى النتيجة دلوقتي. ولكن في نهاية المطاف انت خسرت بطولة تانية وخرجت منها، وهي بطولة الكاس اللي كانت بالنسبة لي مش هقول لك طوق نجاة، لان انت في طوق نجاة اصلا مشيت بيه وهربت بيه المفروض لحد اللحظة دي، هو بطولة الدوري الاسباني، اذا ما حصلتش مفاجآت، والمفروض انه ما تحصلش مفاجآت يعني، ده المفروض خلاص. ولكن كان املي يبقى معاها الكاس، بحيث يبقى معايا دوري وكاس ومعايا ثنائيه محليه، اوكي هتدي نوعا ما دفعه للموسم اللي جاي. في كلا الاحوال تشافي مكمل الموسم اللي جاي، انا مقتنع بيه مش مقتنع بيه، انتوا عارفين رايي من دي 1، انا مش مقتنع بتشافي، وكل يوم عن يوم بتتثبت وجهة نظري وانا ده مقتنع بيه، وشايف انه ما زالت برشلونة اكبر من تشافي. ممكن الموسم اللي جاي الكلام يختلف، ممكن مع الدوري ابطال اوروبا الموسم اللي جاي، مع المنافسات، مع الحكاية هنشوف، مع الصفقات الدنيا ممكن تبقى ماشية عاملة ازاي، ولكن انا خلاص مسلم للأمر الواقع باللي حصل الموسم ده، انه انا هكتفي ببطولة الدوري، وهشوف الموسم اللي جاي هيعمل ازاي، هيعمل ايه، لان تشافي اكيد مكمل، مش هنيجي في الاخر نقيله او نمشيه، وده هيبقى وجهة نظر الادارة مش وجهة نظري انا، ولكن هنشوف ساعتها الموسم اللي جاي هيحصل ايه. ولكن خلينا نعترف بشيء مهم جدا، انه خلاص يعني الموسم انا بالنسبة لي كده انتهى. يا رب بس نحافظ على فارق النقاط ونحاول نعمل حاجة في بطولة، يعني نخلص بطولة الدوري على خير. مبروك لكل جماهير ريال مدريد، انتصار مهم وانتصار من زي ما بيقولوا ايه، من ملعب صعب، ولكن انا عارف ان انتوا ناس جماهير ريال مدريد تقول احنا متعودين وبنكسب في الكامب نو والكلام الحلو ده كله، ولكنها مباراة تستحق فعلا فيها الفوز. وعارف ان بعض جماهير ريال مدريد متضايقه من مستر كارلو انشيلوتي، ولكن الراجل بيحقق المطلوب منه وكسب في الاخر وعمل اللي عليه في المباراه دي، وان كانت هناك برضو بعض الاخطاء. ويمكن مقارنه بسيطه ما بين تشافي وانشيلوتي، طبعا مع الفارق ان بص هنا مثلا واحد زي انشيلوتي ازاي يطور فينيسيوس جونيور، ازاي يستفاد من واحد زي فالفيردي وطوره. النهارده بتشوف مثلا وجود كامافينجا ناحيه الشمال، الراجل ادى اداء كويس، ممكن في ماتشات تانية يبقى سبب كبوة او سبب خسارة، ممكن يجي يلعبها قدام تشيلسي فتسبب خسارة، دي قصة تانية على جنب. لكن في مدرب عارف يطور لعيبة، في مدرب عارف يوظف لعيبة، لكن في مدرب تاني لو اتشالت منه لعيبة باظت الدنيا منه خالص، وهو ده حال برشلونة في هذا الموسم وحال تشافي. فعلى العموم هارد لك لكل جماهير برشلونة، خلينا نوعا ما يعني خلاص نطوي هذه الصفحة ونبص للموسم اللي جاي، خاصة مع الكلام اللي بيتنطور على قصة رجوع ميسي وعودة ميسي لبرشلونة وكل التفاصيل دي كلها، اللي هيكون في حلقة تخص فرقة برشلونة في قصة ميسي بالتحديد يوم الجمعة إن شاء الله في حلقة الركن الكتالوني. فخليكوا دايما معنا ومتابعين الدنيا. ولكن عزيزي المشاهد الكريم، طالما وصلت للجزئية دي ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدوس على جرس التنبيهات عشان توصل لك كل الحلقات اللي بتنزل أول بأول على طول. إذن هي تحياتي عمر خالد، دمتم في رعاية الله وأمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.